شفت على الانترنت على صفحه دكتوره اسمها دكتوره شيماء علي، بحبها جدا ومتابعاها جدا. فالمهم دكتور شيماء كانت منزله مجموعه اسئله، والاسئله دي بتساليها لطفلك مش علشان تتاكدي هو بيحبك او لا، دي طبعا حاجه احنا لن نزايد عليها، بس هي اسئله بتحسسك انت طفلك ناقصه ايه مثلا في المشاعر او في الاهتمام او كده، ومن خلال اجابته على الاسئله دي تقدري انت تعوضي الحاجه اللي ناقصه بينك وبينه. فانا هسال فايا الاسئله دي وهشوف اجاباتها عليها وربنا يستر. اول سؤال، لما تكوني متضايقه اول شخص بتحبي تحكي له مين وليه؟ يعني في حاجه حصلت ضايقتك بتحكيها لمين؟ من اول حد في الحياه. بحكيها لنفسي الاول. بتحكيها لنفسك؟ ما حصلت معاكي؟ ايوه بعدين بحكيها لك. بتحكيها لي ليه؟ عشان بحس ان انت الوحيده اللي بتفهمي كويس جدا وتفهمي احلى حد، فتعرفي تفهمي انا قصدي ايه. بصي انا مش عايزه اجابات نموذجيه، ماشي؟ يعني ايه؟ يعني ما تجاوبيش الاجابه اللي المفروض تجاوبيها، عشان انا حاساكي رايحه للحته دي شويه. انا عايزاكي تجاوبي الاجابه اللي هنا اللي في قلبك. ايوه ما ده اللي في قلبي، انت اللي بتفهميني اكتر حد وانت اللي بتفهمي انا قصدي ايه. اوكي، طب انا بحل لك المشكله مثلا لما تيجي تحكي لي مشكله او كده انا بحلها. ايوه اجنسيه طبعا. تاني سؤال، ايه اكتر حاجه بعملها بتخليكي تحسي ان انا فاهماكي؟ ان انتي بتقعدي معايا كوملي وبتفهميني كل حاجه انا المفروض اعملها ومش المفروض اعملها. اوكي، طب في حاجه بقى بعملها بتخليكي تحسي ان انا مش فاهماكي؟ لا يا ولا فايا ما تخافيش يا فايا، هديكي مصروفك والله. لما انتي مثلا انا بقول حاجه وانتي بتقولي لا طب اسمعيني، ده بيحصل وده بيحصل وده كذا وده كذا وتعملي ده وده وده. تاني عشان حاسه عايزه افهم يعني انت لما بتيجي تقولي حاجه فانا بقعد اقول لك اسمعيني اصل كذا 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 وانتي لازم تعملي كذا وكذا وكذا كده. ان انا مثلا لما بقول لك اوردر. probably. اوكي تمام ماشي، جود بوينت. طيب تالت سؤال ده مهم جدا وخطير، لو عملتي حاجه غلط كبيره. Can we skip this? انت عملتي حاجه؟ انت عملتي حاجه؟ No. طب ما نسكيب ليه؟ ما تقلقيناش بقى. هتيجي تقولي لي على الحاجه دي ولا مش هتقولي؟ ماشي، فانا في اول يومين كده هفضل زي افكر، انا خايفه اقول لك حاجه زي كده، ماشي، هفضل افكر انا عملت ايه عشان لما اجي اقول لك ما اكونش مش فاهمه، افكر هقول ايه معاكي كده. بعدين في احساس فجاه كده لما اكون قاعده معاكي لازم تقول لها دلوقتي ماليش دعوه بقى، قلت لها ما قلتلهاش، لازم تقول لها ماليش دعوه. اول ما احس ان عملت حاجه غلط جسمي بيشيك كده كانه بيسخن فعلا. يا لهوي يا اختي اسم الله عليكي يا بنتي. ما نغلط عادي، كلنا بنغلط، ما تخافيش. ايه خايفه من الغلط ليه كده؟ لا ما ترعبيش نفسك كده من الغلط، ما كلنا بنغلط. وانت مش بتشوفيني باجي اقول لكم كل يوم ده انا عملت كذا ومودي يقول لي ايه انت غلطانه. عادي انت اموره مش محتاجه الفلتر، انا محتاجاه. انا محتاجاه بقول لك. رابع سؤال، امتى بتحسي ان انا فخوره بيكي؟ مثلا زي النهارده كده الصبح انت كنتي فعلا تعبانه جدا بس كنا محتاجين ننزل التمرين ونرجع من التمرين، بس الاول تجيبيني وتستني لغايه ما التمرين يخلص وترجعي تعملي لنا الغدا وناكل، بعدين تعملي الشغل اللي وراكي، بعدين تعملي شغل البيت زي الشغل اللي في الموبايل، بعدين شغل البيت، بعدين بقى تعملي حاجات وتنامي. احنا كده فخورين بيا انا. انتي بقى مثلا سألتيني فاي معلش ينفع واي اوضتك او كيتشن اوضتنا ليفينج اي حاجه من دي. اوكي انتي you weren't expecting me ان انا اعملها زي لا صح. you weren't expecting me صح. لما دخلت الاوضه فعلا استغربت ان دي ترويقتك، حسيت انه ما شاء الله بتعرفي تروقي. ما شاء الله بجد. ايوه صح. دخلتي الاوضه وقلتي واو ده انتي فعلا عملتي بتاع صح. ويعني انا كنت I wasn't expecting you يا فايا
يعني I'm so proud of you وحاجات زي كده صح، كتير. ده حقيقي. اكتر من الوقت ده بيحصل. صح، برافو عليكي، برافو بجد. بصي انا بغض النظر عن كل الكلام ده، انا بس عاوزاكي تفهمي ان انا فخوره بيكي طول الوقت. تعرفي ان انا في الانترفيو بتاع المدرسه بتاعتك لما سالوني يعني قولي لنا one thing انتي فخوره بفويا فيه، تعرفي انا قلت لهم ايه؟ قلت لهم I'm proud of her existence. انا فخوره انك جيتي اصلا. كنتيش هتروحي الانترفيو اصلا ساعتها. مش دي البوينت يعني. هل في حاجه نفسك تحكيها لي بس خايفه من رد فعلي؟ انا متاكده انه لا، بعد اللي انت قايله لي قريب ده انا متاكده انه لا. انا حكيت لك كل حاجه في الحياه. اوكي. حاجه حصلت in my social life. Everything happened. Social life. Everything. Oh my god, Social فايا life. you have social life. Yeah. والله عرفت كلمه social life دي بعد ما عرفت السوشيال ميديا. إيه. يا رب. عموما ده اخر سؤال، هل بتحسي انك تقدري تكوني نفسك معايا؟ يعني هبقى مين يعني؟ هبقى نوح. لا يا ظريفة. لا يا ظريفة، استني هبسطها لك. يعني مش محتاجة تكوني حد بنسخة معينة او بطريقة معينة، بتعملي اللي انت عاوزاه وبتكوني على طبيعتك وبتكوني انت يعني فاي. لو انا في البيت طبعا هلبس بيجامتي، طبعا هبقى لايك انا عايزاه مثلا لما شعري بطريقه حلوه. بس بالنسبه لي اهم حاجه الستايل، حتى لو في البيت الم شعري كويس، البس بيجامه حلوه، يكون بس وانا في البيت مش يكون مثلا وشي عليه زي اي حاجه عامله زي بلاشر او كده. لا مش لازم بقى، انا مش بره اشيل بقى كل الميك اب اللي عليا اي حاجه زي كده. ميك اب؟ هو انت بتخرجي بميك اب؟ لو هو بارتي او كده، لو عيد ميلاد، لو حفله في المدرسه، الحاجات دي. ايوه انت فعلا كده نفسك. تعالي بس ما تهربيش الثانيه. في اي سؤال انت حابه توجهيه في نهايه الفيديو؟ نو ثانك يو. يلا بينا نقول لهم السلام عليكم بقى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.